إيه هي المراحل اللي بنمر بيها في تشطيب أي شقة؟ أول مرحلة هي مرحلة رفع المقاسات وعمل الأسبلت، وهي عبارة عن إن التيم المختص بينزل على أرض الواقع يرفع مقاسات الوحدة، وبكده نقدر نعمل الأسبلت المطابق للواقع، لأن كتير من ال 2 دي الخاص بالشقق ما بيكونش مطابق للوضع الحالي. وطبعا في المرحلة دي لازم نكون عارفين أماكن الصرف الخارجي وأماكن دخولها للموقع، عشان لو في تعديلات معمارية في الحمامات والمطبخ نكون عاملين حسابنا ليها. تاني مرحلة وهي مرحلة الفurniture بلان. كتير من الناس ما بيديش حجم لأهمية المرحلة دي، ولكن احنا بنعتبرها أهم مرحلة، لأن احنا بنكون مهتمين بالوظيفة قبل الشكل. وهنا بتيجي أهمية المرحلة دي، وبنقعد مع العميل سواء اونلاين ميتنج أو في الشركة، ونفهم احتياجاته داخل البيت وإيه هي الزونز اللي مكون منها وشكل اللايف ستايل بتاعه. وبعد كده بنبدأ نصمم الفurniture بلان بناء على طبيعة حياته واستخداماته، ونصمم شكل السيركيوليشن أو ممرات الحركة جوه البيت، وبنقدم أكتر من مقترح للعميل، لأن بيوتنا قبل ما يكون شكلها